هذا ما سوف نشاهده في لقطة المشهد الأخير. خير الدعاة مع الشيوخ لله تحيا في شموخ، طوعا وللمولى رضوخ، للخير للخير للخير. كان الشيخ الدكتور علي الصلابي رحمه الله قد سخر نفسه وقلمه من أجل استرداد عزة أمته، وذلك باسترداد قدوات التاريخ الإسلامي وتعزيز قيمة التربية بالقدوة في جيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان رحمه الله يرنو إلى تبليغ دين الله ومحاسنه وسيرته وسيرة أبطاله لكل العالم. كان الدكتور والمؤرخ علي الصلابي رحمه الله ينطلق في تصنيفه من كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بشكل واقعي في إسقاطاته لأحداث التاريخ. كانت خلوته وسعادته في البقاء مع القرآن الكريم تعلما وتدبرا وتلاوة. إذا جالسته شعرت أنه صاحب هدف وطموح ورسالة، يتمنى أن تصل إلى الناس قبل رحيله، لكن بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، يتوقف زمن الدنيا لتبدأ رحلة الآخرة. اللهم أحسن إلى عبدك علي وأكرمه برضاك يا أكرم الأكرمين. بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب، أحفاد عثمان هنا بالشوق. دكتور علي، السلام عليكم. عليك السلام. راضي عن مسيرتك قبل هذا الموقف؟ لا شك أن تقصير كثير هائل ضخم، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا فيما بقى من أيامنا، يعني ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الإخلاص والاستعداد للقائه. أشياء تتمنى أن تحققها قبل هذا الرحيل؟ والله الإنسان ينتقل إلى رحمة الله وأشياء كثيرة جدا ما يصعب أن يحققها. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تتم مسيرتي العلمية اللي في ذهني، خصوصا فيما يتعلق بمشروع نهوض الأمة إن شاء الله، والتصدي للمشاريع الغازية الداخلية والخارجية. ونتمنى أن هذه الثقافة تسود، يعني ونراها لا تكون في قلة، وإنما تكون في أغلبية الأمة من قادة سياسيين وقادة فكر وقادة إعلام وقادة اجتماعيين وقادة عسكريين، وما ذلك على الله بعزيز. يعني الإنسان أحيانا دكتور علي يصنع رحيله في أسرته. إيش يتمنى الدكتور علي الصلابي قبل أن يعني إن شاء الله بعد عمر طويل شيء يتمنى أن يتحقق لأسرته ويطمئن، يودعهم وهو مطمئن؟ والله أنا دائما أتمنى لأسرتي أن تسير على هدي النبوة وعلى كتاب الله وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما أمامي قول الله تعالى: وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فأملي في الله سبحانه وتعالى أن تولاني في الدنيا وفي الآخرة وتولى أسرتي من بعدي. جزاك الله خير دكتور علي. آمين. الله يكرمك. بارك الله يسعدكم، بارك فيكم. تلك السواعد